قام المغربي يحيى عطية الله مدافع النادي الأهلي بإجراء تصرف مثير قبل مواجهة نادي الزمالك في السوبر الأفريقي بالمباراة المقرر أن تنطلق بين الطرفين مساء الجمعة المقبل. وشدد عطية الله للسويسري مارسيل كولر على التعهد الكبير للمدير الفني بأنه يقوم بالأداء الجيد أمام الزمالك من أجل المساعدة في حصد أولى ألقابه مع النادي الأهلي بالفوز بالكأس الغالي. ويرغب النادي الأهلي في حسم ألقابه لصالحه، خاصة أن الفريق أهدر السوبر الماضي أمام الفريق الجزائري، وكان أول سوبر أفريقي يتم إهداره من بين يدي الفريق الأحمر. وتعهد عطية الله بمراقبة أحمد سيد زيزو اللصيقة وتنفيذ التعليمات الفنية بحذافيرها من أجل أن يكون الفريق في حالة من الانتشاء لتحقيق المعادلة الصعبة بحصد اللقب والأداء المميز الذي يمتع به الجماهير الغفيرة. وترغب جماهير النادي الأهلي في الجمع بين الحسنين بالأداء المتميز وحصد البطولة الغالية بعد الفوز على الزمالك الذي يعد بطولة في حد ذاتها نظرا لأنه الغريم التقليدي التاريخي. وشاهد المدافع المغربي العديد من الفيديوهات الخاصة بأحمد سيد زيزو والتي تبرز طريقة لعبه من أجل حفظها ومعرفة كيف يفكر في المرور منه من أجل التوازن على الجبهة اليسرى وتقديم أداء يليق بالنادي الأهلي. واستطاع عطية الله أن يقدم أداء متميز أمام جورماهيا الكيني في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وصنع في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي العديد من الفرص، وأبرزها فرصة الهدفين. في النهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري.